بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد في رحاب الكعبة المشرفة في شهر رمضان الفضيل من جوار المسجد الحرام، وتحيات مباركات يلقيها ويرسلها برنامج الملتقى لكل المتابعين في شتى بقاع العالم الذي يصل إليهم إرسال القناة الفضائية المصرية والقناة السعودية. التلفزيون السعودي والتلفزيون المصري في هذه البادرة المشتركة من التعاون والبروتوكول، نتمنى أن ينتفع به الجميع وأن يكون فيه إفادة لمزيد من التمازج والتعاون الذي يحقق قيمة مضافة مرجوة إن شاء الله. طالما نحن نتحدث عن مجتمعاتنا وما يستشكل فيها من قضايا، كان من المنطقي أن نفرد حلقة وموضوعا للنقاش يكون في النقاش منصبا حول هذه الأسرة وهذه المجتمعات. المجتمعات تتكون من أسر، والأسر تتكون من أفراد. الفرد الصالح ينشئ أسرة صالحة، والأسر الصالحة القوية المترابطة المتفاهمة تنشئ مجتمعا هو الأفضل الذي جاءت خيريته في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هذه الشروط وما هي الأدوات؟ كيف يكون الإنسان المسلم عماد للأسرة ولتكون الأسرة عماد للمجتمع؟ ما هي سلبياتنا التي طرأت في عالمنا المعاصر، وكيف يمكن أن نستخدم الأدوات النبوية الشريفة في علاج هذه السلبيات؟ طابت الأوقات، التحايا مرة أخرى وطابت الأوقات يا أخ فهد، مشرفنا في الملتقى. الله يسعدك. شكرا علاء، شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام على المتابعة، والذي عودناكم كل يوم من هذا الشهر الفضيل ومن مكة المكرمة ومن حرم الله المكي نكون وإياكم نستعرض الكثير من القضايا تهم المجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص. اليوم حديثنا مثل ما ذكر علاء قبل قليل حديث ذو شجون، وحديث قد يهم المجتمعات ككل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحرص اليوم على أن نتحدث عن الذات بشكل رئيسي وكيف هي تكوينها داخل الأسرة، لأننا عندما نتعدل كابن أو ابنة أو أب أو زوجة أو أم أو خال أو عم، كل هذه العلاقات الأسرية عندما تكون على بأتم حال وأفضل حال، سيكون بإذن الله المجتمع ككل مجتمعا صالحا مفيدا نافعا إلى غيرها من الفضائل التي نتمنى أن نصل إليها في مجتمعنا. طبعا اليوم حديث سيكون عن الأسرة المسلمة ومكانتها في المجتمع والمرتكزات التي يجب أن ترتكز عليها هذه الأسرة المسلمة. سنتحدث عن حياة المسلمين وعناية الإسلام وعادات تهدد كيان الأسرة في المجتمع، وصفات الأسرة كذلك التي ينشدها الإسلام. وضيفنا هو الدكتور عبد الرزاق بن أحمد ظفر، الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية. حياك الله دكتور في البداية. حياكم الله. حياكم الله. سعيد جدا بأن نجتمع ونلتقي بالمشاهدين والمشاهدات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون والسداد. اللهم امين. تيجي يا فهد نبدا الاول بفكره انه ربنا سبحانه وتعالى بيقسم في القران الكريم على اشياء كثيره، وما دام في قسم على شيء فله اهميه وله قداسه. لما تجد ان ربنا سبحانه وتعالى فضيله الدكتور بيقسم او بيشير الى ايه من اياته انه خلق لنا من انفسنا ازواجا لنسكن اليها، فكره ان خلق حواء من ضلع ادم او احتياج الإنسان للسكن سواء كان رجلا أو امرأة، وفكرة السكن الذي يتحدث عنه الإسلام بمفهوم السكينة وليست الدار فقط التي تأوي الأسرة. لماذا أشار الله إلى خلق الإنسان وزوجه باعتبارها آية من آياته سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى قدم لنا منهجا واضحا للفرد في جوانب حياته المتعددة، وهذا الجانب جانب الأسرة له مكانة في القرآن الكريم وفي السنة، وكما أشرت هذه السكينة وهذه المودة ينشدها كل إنسان، كل فرد يحلم في يوم من الأيام أن ينشئ أسرة متماسكة تشيع فيها المحبة والمودة بين أفراد هذه الأسرة. لماذا تكلمت الآية عن المودة والرحمة بعد أن تحدثت عن السكن؟ طبعا يعني السكن هذا هو المكان الذي
يأوي فيه أو تأوي فيه الأسرة. وهذه المودة وهذه المحبة هي يعني مثل الوعاء الذي كأنها أدوات يا دكتور، كأنها نعم. أدوات يستخدمها الرجل والمرأة في توطيد العلاقة بينهما وبينهم البعض. هي احتياجات، هي احتياجات يحتاجها الفرد عندما يأتي إلى سكنه. يحتاج المودة، يحتاج إلى الرحمة، يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى الراحة. كل ذلك عندما نجدها أن القرآن الكريم ركز هذا الجانب، هناك المسلم يبدأ بتطبيق هذه الأمور، وتكون بداية الحياة الزوجية مرتكزة على هذه الركائز. تمام. يا ريت الزملاء ينزلوا لنا الآيات القرآنية اللي بنتكلم عنها عشان برضو السادة المشاهدين يتابعوا المرجعيات والآيات على الشاشة. فهد، ايه رأيك يعني نشير لبعض زي ما الدكتور تفضل لبعض الأمراض الاجتماعية، لبعض المظاهر الخطيرة التي قد تؤثر على سلامة الأسرة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، وعايز اسمع تعليق الدكتور وتعليق فهد كمان، لأن أنا عارف فهد بيتواصل كتير مع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. لقيت رسالة أو بوست، حد عامل بوست على الفيسبوك منزل صورة جميلة لمنزل ودار نظيف وشكله جميل، ويقول لك وراء كل منزل نظيف مرتب معطر مبخر نت مفصول. لا حول ولا قوة. يعني فكرة أن من نت من عناصر التكنولوجيا الحديثة التي أوجدها الإنسان. هناك البعض يسيئون الاستخدام، وأصبح في دار واحدة وكل واحد يمسك الجوال، يمسك التليفون، وكأنه انعزل عن الأسرة، والزوجة مش فاضية ترتب، والأب مش فاضي يربي الأبناء ولا. فقال لك لو فصلت النت في الدار ينضبط حاله. هو طبعا علاء في كثير من الاشياء ممكن تتكلم عنها الدكتور قال. طبعا الاسره لدينا للاسف عندما تعود قليلا الى الوراء وتجد انها عندما تبنى الاسره من الاساس، يبدا الزوج يفكر بزوجه لا يعرف بالضبط ماذا يريد منها للاسف، ولا يعرف بالضبط ماذا سيكون لها بصمته في المجتمع الذي يعيش. هو يفكر فقط بانه يحقق طلبات والديه بأن يجب أن يتزوج. طيب حتى الوالدين عندما يزوجون هذا الابن ويزوجون هذه البنت لا يعرفون بالضبط ماذا تريد أن تكون بعد 10 15 أو 16 سنة أو 20 سنة من الآن. يعني باختصار لا يستطيعون أن يتنبؤون بذلك. لكن الحديث مع الدكتور سيفيدنا كثيرا في هذا الموضوع. لكن قبل أن نستمر في هذا الحديث دكتور، نحن أعددنا تقريرا سيكون مفيدا حقيقا للمشاهدين الكرام على الفضائية المصرية والقناة السعودية، وسيكون أيضا بمثابة خارطة الطريق لحديثنا اليوم. فنشاهد سويا مشاهدينا الكرام لحديثنا حول مكانة الأسرة في المجتمع الإسلامي. الأسرة هي عماد المجتمع. هذا ما أجمعت عليه كافة الدراسات والعلوم الاجتماعية في القرن العشرين ومن كل الثقافات. ففي الأسرة تكون النشأة الأولى للطفل، وما يتلقاه ويكتسبه من قيم وآداب وسلوكيات يصبح هو الأساس لتعامله في المجتمع. وكلما حسنت تربية وتنشئة طفل في الأسرة كان المجتمع صالحا. ولعل المذهل أن ما توصل إليه العلماء في العصور الحديثة عن أهمية الأسرة ومحوريتها تحدث عنه الإسلام قبل أكثر من 14 قرنا من الزمان. فقد اهتم الإسلام بالأسرة وأمر المسلمين بالحرص على تكوين أسرة قائمة على المحبة والتراحم. وإذا أردنا الحديث عن دعائم بناء الأسرة المسلمة، فهناك أمور كثيرة يقوم عليها بناء الأسرة المسلمة، وتتوطد فيها العلاقة الزوجية، وتبتعد فيها عن رياح التفكك. وأول هذه الأمور وأهمها التمسك بعروة الإيمان الوثقى، الإيمان بالله واليوم الآخر، والخوف من المطلع على ما تكنه الضمائر، ولزوم التقوى والمراقبة، والبعد عن الظلم والتعسف. كما أن ما يحفظ هذه العلاقة ويحافظ عليها المعاشرة بالمعروف. إن بناء الأسرة
خير وسيلة لتهذيب النفوس وتنمية الفضائل التي تؤدي إلى قيام الحياة على التعاطف والتراحم والإيثار، حيث يتعود أفرادها على تحمل المسؤوليات والتعاون في أداء الواجبات. ومن خلال تحقيق هذه الأهداف الكبرى يمكن أن تحقق هناك أهداف أخرى في ظلال الأسرة، كإقامة شرع الله وتحقيق مرضاته، لأن البيت المسلم ينبني على تحقيق العبودية لله تعالى. وأول مراحل بناء الأسرة هو اختيار زوجة، حيث أنها أهم ركن من أركان الأسرة، إذ أنها المنجبة للأولاد، وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات، ومعها تتكون عواطف الطفل وتتربى ملكاته، ويكتسب كثيرا من عاداته وتقاليده، ويتعرف على دينه، ويتعود منها السلوك الاجتماعي إلى حد كبير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا لأن ننتقي الأزواج فنختار الأفضل منهن، وهي صاحبة الدين والخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات دين تربت يداك. ولما كانت تربية الأطفال هي الخطوة الأولى التي تبدأ بها الأسرة مهماتها، لذا فلا بد من العناية التامة بهم بتلك الغراس حتى يشبوا على أساس متين وفكر سليم وسلوك قويم. فالطفل بجوهره خلق قابلا للخير والشر جميعا، وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. الملتقى يناقش قضية الأسرة المسلمة والاحتياجات التي يحتاجها، مكانة هذه الأسرة في الإسلام، لماذا عني الإسلام بتبيان أهمية الأسرة للمسلمين، وكيف يمكن أن نتغلب على أي إحباطات أو سلبيات أو قد تكون مؤامرات، لأنه لو تصورنا أنه أعداء هذه الأمة لا يريدون أن يحققوا نوع من طمس الهوية وهدم الأسرة حتى تتفكك الروابط ونصير مثل أمثلة كثيرة جدا موجودة في الغرب متفككة لا توجد فيها فكرة قداسة الأسرة، فهذا تصور يعني أعتقد أنه يعني يجافي الحقيقة بشكل كبير. نعود مع دكتورنا الفاضل مرة أخرى دكتور عبد الرزاق. مكانة الأسرة في الإسلام، لماذا اهتم الإسلام بتبيانها لأفراد المجتمع؟ أن حتى أضفى عليه شيئا أو طابعا يشبه القداسة. نعم. حتى أنا آسف، القرآن الكريم تحدث إلى الرجال، إلى المسلمين، قائلا عن هذا الرباط المقدس بين الرجل والمرأة، رباط الزواج: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي أنه يعني تعهد قوي ثقيل لا تستخف به. نعم. الأسرة هي الدرع الحصين، وأهل الرجل، هذا في اللغة، في التعريف لغويا، الأسرة هي الدرع الحصين، وأهل الرجل وعشيرته والجماعة يربطها أمر مشترك. هذا الأمر المشترك هو هذا الوثاق. إذا صلح الأصل كان الفرع أقرب إلى الصلاح، وينشأ ناشئا الفتيان على ما كان عوده أبوه. إذا كان الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، فإن الأسرة هي الخلية الحية في كيان هذا المجتمع. وهذه البذرة المتألقة في صناعة وإنتاج المجتمع هي أول درجة من درجات بناء المجتمع الصالح. فهذه الأسرة مفهومة عند المسلمين من كلمات: تماسك، بناء، حب، مودة، تواصل، رحمة، سكينة، تضحية، ودعاء. دعاء قبل الزواج، دعاء أثناء الحياة، دعاء بعد الموت. أما الأسرة عند الغرب، عند الكفار، فهي تشتت، تفكك، ضعف التواصل، كيان بدون روح. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن وعد من الله سبحانه وتعالى أنه يحيي هذا الإنسان الذي خلقه، الذي جعله خليفته في الأرض، أن يعيش حياة طيبة. مقلوب الفكرة أيضا صحيح يا دكتور، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم، ونحشره يوم القيامة أعمى. وآية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. رحمة الله سبحانه وتعالى أن نزل علينا هذا المنهج. يعني الإنسان الذي يريد أن يذهب مثلا يسافر إلى طريق مثلا من مكة إلى الطائف ويأخذ مسار مكة المدينة لن يصل. صحيح. فالمنهج ضروري جدا لنجاح مشروع الإنسان. فالله سبحانه وتعالى الله يفرح بتوبة عبده. فالله سبحانه وتعالى كما وضع رحمته للعالمين أيضا يقول في كتابه: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا التوضيح يجعل الإنسان يكون مطبقا لهذا المنهج فتحصل الحياة الطيبة. وهناك يعني صور يعني جميلة ممكن نتحدث عنها. مثل ايش يا شيخنا؟ حياة الأسرية السليمة الشرعية التي تبدأ بتقدم الزوج إلى أهل الزوجة وبمراسيم بسيطة تلتئم هذه الأسرة مبنية على المودة والرحمة. أيضا لابد من الاهتمام في حسن اختيار الزوج والزوجة. طب حسن الاختيار هذا ألم يكن فيه توجيهات نبوية نبينها للناس؟ يعني هناك دائما أحاديث تخاطب الرجل، نعم، وهناك أحاديث تخاطب المرأة أو تخاطب أهل المرأة، نعم، تضمن معيار الاختيار كيف نعم. يكون النصح فيه. نعم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها فاظفر ولمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. إذن المعيار الأساسي هو يعني عند الرجل هو دينه وأمانته وخلقه، مش ماله، مش منصبه، مش سلطته. هذه الأمور كلها إضافية. نعم. وهذا هو الأساس، لأن إذا كان هذا الأساس موجود فتكون يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل المودة والرحمة والسكينة بين الطرفين. طب ألا نقف عند تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم في عجز حديثه وكلماته الشريفات عندما يقول ويحذر المجتمع المسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يشير إلى فكرة أن هذه العناصر وهذه التوجيهات النبوية إن لم تستقيموا بها لن تستقيم حياتكم. نعم، يعني عادة يعني إذا نحن نضع أمثلة في حياتنا، أنت تريد أن أي جهاز من الأجهزة تريد أن تشغله لابد تشغله بالطريقة السليمة. كتالوج لابد فيه. فإن إن لم تشغله بالطريقة السليمة يخرب. يعني إنسان عندما يعني يقود سيارته يقول هناك أمور لابد أنه هو يريد أن يقف سيارته، لابد أن يدعس الفرامل. صحيح. يريد يعني ويقول أنا على كيفي، أنا أعمل ما أريد.
وهذا اللي نقصده يا دكتور. وضحت الرؤية. إذا ما حياة الزوجية تعتبر حياة جديدة. نعم. يجب أن يتعلمها الشاب والفتاة لأنهم مقبلين على حياة جديدة. ما المرجعية التي يجب أن يتعلموها؟ نحن قلنا أنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الآيات والأحاديث تدل الحقيقة على أسس التعامل ما بين الزوجين. فبالتالي قبل أن يتزوج، مثل ما ذكر أخوي علاء قبل قليل، ما هي المعايير التي يجب أن يبحثها الزوج في زوجته والزوجة في زوجها؟ لأنها مثل ما ذكرت تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها ودينها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا الرجل يهتم بالدين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه. فهذه معايير رئيسية. الاختيار هنا. فهد، ممكن ترجع لسؤالك الأولاني قبل دقائق لما قلت يا ترى الشاب وهو مقبل على الزواج والفتاة كذلك هم عارفين طالبين ايه من بعض؟ لانه قد تكون طلباتي انا غير طلبات الزوجه دي اللي انا متقدم لها، وبالتالي تكون شركه فاشله. هي صح. تبحث عن شيء ليس عندي وانا ابحث عن شيء ليس عندها. انت لما تزوجت ماذا بحثت؟ عما بحثت؟ هذا سؤال محرج يا شيخنا، بس اسمعني. لا، ان شاء الله خير، تكون مشغوله باعداد الطعام ولا شيء يصير الموضوع بسلام. اكيد يعني. شوف، قضيه الزوج يا دكتور، الزوج يبحث عن قضية اللي هو تكوين الأسرة، والأسرة معناها الأبناء، والأبناء معناها الاستقرار، والاستقرار معناها الراحة، والراحة تعني قبول الآخر وقبول نجاحاته. فبالتالي حتى القضية في قضية الجمال، نعم تبحث عن الجمال، وتبحث عن الدين، وتبحث عن الأخلاق، وتبحث عن الحسب والجاه، وتبحث عن المال. فهذه أشياء ضرورية في الزوجة يجب أن تكون. طب هل تعتقد أن من ضمن المشاكل، وناخذ رأي الدكتور عبد الرازق في هذا الموضوع، أنه أحيانا الإنسان بيكتب نصف الهوم ورك بتاعه أو نص الواجب بتاعه، بأنه بيكتب بس أنا طلباتي إيه؟ أنا عايز من الزوجة 1 و2 و3 و4 10، وهي أنانية، لكن ما يكتبش في النص الثاني من الصفحة ماذا تريد؟ واجباتي أنا. طيب هي عايزة مني إيه؟ وهل أنا قادر على إعطائها هذه الطلبات وإشباعها بالشكل الشرعي ولا ليس الرجل فقط، المرأة كذلك. نعم. والدكتور يجب أن تجيب على هذا. المرأة والفتاة لدينا للأسف تأتي ولي الأمر ويقول يسلمها لزوجها دون أن يعلمها حقوقها وواجباتها. التعليم هنا مسؤولية من؟ يعني الآية الحديثين الذي ذكرت في البداية، وهي قضية إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته. إذن الدين والأمانة هي أساس الإنسان. عندما يكون عنده دين، نعم، وعندما عنده أمانة، جيد. كيف تحققت هذه الأمور؟ معناته في هناك برنامج سار عليه، وأصبح نتيجة هذا البرنامج أصبح هذا الإنسان يقول له هذا صاحب دين، وشهد له بأمانته. أيضا طب لماذا دكتور نحتاج قصة الأمانة؟ لو قلت أن هذا فلان إنسان متدين قد يظن البعض أنها فيه الكفاية. لماذا يعني هو التركيز كان الرسول فكرة الأمانة؟ يعني خصص الرسول عليه الصلاة والسلام الدين، شمولية الدين في كل شيء، ولكن الأمانة لأنه هذه المرأة هي أمانة عند هذا الرجل. والحديث الآخر تنكح المرأة ل4: فاظفر بذات الدين. طيب هذا الدين هل هو أتى في ساعة؟ حياة صح، تربوية. خضتها البنت عند أبيها وأمها 25 سنة 20 سنة 18 سنة حتى عرفت بأنها متدينة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ماذا تعني الدين يا شيخنا؟ قضية الدين أنا أحب أوضح. نحن في حاجة ماسة، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، إلى أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى. إذا نحن تعرفنا على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، الله سبحانه وتعالى عنده صفات الكمال. جميع احتياجاتك من الله الرزاق السميع العليم الرحيم الرشيد، جميع احتياجات الإنسان كلها موجودة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علق الفرد تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، هذه الحاجات لبيت. وأيضا هناك أمر آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى سخر
سخر هذا الكون كله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سخر لك هذا الكون كله لخدمتك أنت. جميل. فمن هذا الكون الزوجة يسخرها الله سبحانه وتعالى لك، والزوجة الله يسخر له الزوج. وفي معنى الآية الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. هذا الفهم العميق، يعني نحن عندما نقول أن الإنسان متدين، لا يعني هذا أن هذا الإنسان ليس عنده، يعني لا تكون حياته فيها انعكاسات للقرآن الكريم. يعني عندما سئلت السيدة عائشة عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلق القرآن. معنى ذلك نحن في حاجة ماسة إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى، وأن نفهم هذه الشريعة السمحاء حتى نتمكن أن نبني هذه الأسرة. طب هنا وقفة، حضرتك ذكرت قاعدة قرآنية تحدث عنها المولى سبحانه وتعالى في فكرة أن الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. طيب لو في شاب تزوج وكان يريد أن يعني يتحقق له السعادة، تتحقق له السعادة والهناء، ثم اكتشف أن يعني العلاقة غير سعيدة، الزيجة غير ناجحة، ووجد أن يعني الطرف الآخر أو الزوجة في تصنيف الخبيث الذي لم يكن طيبا. في هذه الحالة نقول له أنت تأخذ ما استحققت، لأنك من الواضح أنك أيضا أنت خبيث، فربنا وفق واحد خبيث مع واحدة خبيثة، خلاص أنتوا كده يعني. هو أخي يعني الإنسان مثلا في حياته اليومية مثلا خرج بسيارته يريد أن يذهب إلى مكان، نعم، وأخطأ في يعني نسي، فكان في وصف معين فأخطأ فيه. فإذا عاد الإنسان إلى الطريق فمعناته هو مساره صحيح، بس بياخد مخالفة يا دكتور. المخالفة دي هي نوع من الابتلاء. الله سبحانه نوع من الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالشريعة السمحاء هذه اللي فيها المبادئ كلها دي تحتاج إلى تنزيل في الواقع، وهذا التنزيل في الواقع بقدر فهم الإنسان لشريعة الله سبحانه وتعالى تنعكس سلوكياته فيها الرحمة، فيها الشفقة، فيها يعني تكريم الوالدين، فيها أدوات السعادة. فإذا الله سبحانه وتعالى طلب مننا أن نحن نفهم هذه الشريعة السمحاء، ومن هذا الفهم الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن الله ولي الذين آمنوا. طيب إن الله مع الذين اتقوا. طيب إذا الله معك والله وليك والله وكيلك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمر المؤمن كله خير. بعد هذه أمور تحدث مثل ما أشرت أخي، تحدث. فقضية يعني وجود مثلا شخص من أهله وشخص من أهلها إن يريد إصلاحا، مين المفروض يتدخل يعني؟ وبعدين يعني حضرتك بتشير لآية بدايتها فيها حديث عن مجرد وجود إحساس بالخوف من الشقاق، وليس انتظار أن يحدث شقاق، وقد يؤدي هذا الشقاق إلى شرخ. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما، مش كده؟ فإن خفتم شقاق يعني متى يتدخل الإنسان وأهل الحكمة قبل أن يستفحل الأمر. هذه واحدة. الثانية، ما هي مواصفات الحكم اللي من أهله والحكم اللي من أهلها؟ لأنه أحيانا قد تكون الحماة أو يكون يعني الأب أو العم ويكون متحيزا بالقطع وبالمنطق لابنته، فلا يكون حكما عادلا.
وبالتالي يزداد الشقاق وتزداد الفرقة؟ هو نعود مرة أخرى إلى طلب العون والسداد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان مأمور بالاستخارة، مأمور بالاستشارة. فمتى الإنسان استخار واستشار وبدأ السير في حياة زوجية وحصلت هناك مشكلات، أنا أنصح أن الأمور لا تأتي بالتسرع في تضخيم المشكلة. صحيح. فمتى رجع الزوج والزوجة إلى أنفسهما، جميل. إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، جميل. إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن هي الأساس دكتور عبد الله. يعني أنت أنه يحاولوا نعم. أن يعني يحاولوا أن يتفهم المشكلة دون التدخل من الآخرين. هذا في البداية. في البداية. لكن لم ثم بعد ذلك هناك خطوات أخي. يعني في هناك في وسطاء أو نعم، يعني هناك في خطوات. وتحدث القرآن الكريم عن السراح الجميل. أيوة. يعني حتى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب حتى بإحسان دكتور. معناته في اتفاق. نعم. إنه أنا وإنت نعم. يعني الله سبحانه وتعالى وفق بيننا وعشنا مع بعض. نعم. ولكن هناك في خلافات. هذه الخلافات التي تحدث بين الطرفين. نعم. انت فاهمة يكتب الله سبحانه وتعالى الخير لكل طرف من الطرفين. جميل. طيب دكتور، أنا ودي فعلا أتكلم عن المنطق هذا، لكن دعا في الأخير اللي هو خلافات قد تكون، لكن خلينا نتكلم عن الوقاية خير من العلاج. ما المهددات التي قد تهدد بارك الله فيك حياة الأسرة المسلمة؟ يعني تتكلم عن زوج وزوجة في بداية حياتهم يستمعون إليك الآن، زواجهم بعد العيد إن شاء الله. نعم. يجب أن نخبرهم ونعطيهم وقاية حقيقة من أشياء قد تهدد حياتهم. طبعا في بداية الأسرة، يعني مثلا خلينا نقول أنه في أسرة وفي زوج وفي زوجة وفي أطفال. صح. قبل ما يكبر هذا الطفل حتى يتزوج. جيد. فأحد المهددات انشغال الزوجين عن أبنائهما، عن تربيتهما، ضعف الاهتمام بالتربية الخلقية. جميل. غياب العاطفة والحب والاستقرار بين الزوجين مع أطفالهم. خلينا نحن نتكلم دحين الآن الطفل ده الذي سيكبر ويتزوج. نعم. فإن كان هناك اهتمام بالتربية الخلقية، كان هناك في الأسرة العاطفة والحب والاستقرار، هناك توازن بين الحنان والقسوة، ما في هناك تناقض بين أقوال وسلوكيات الوالدين. جميل. هناك برامج يومية، أسبوعية، شهرية بين أفراد الأسرة. البعد عن العنف الأسري من شتم وضرب وإهانة. وجود الشورى بين الأسرة. إذا يعني الطفل إذا بلغ 7 سنوات، قبل 7 سنوات تجده يصلي لكن بقدوة فقط. صحيح. لكن بعد 7 سنوات في تأمروا بالصلاة. نعم. في 10 سنوات، يعني نحن نقول واضربوهن ل10. نعم. طيب 10 سنوات هذه كم شهر؟ 120 شهر. صحيح. 120 شهر كم يوم، كم ساعة، كم دقيقة. صحيح. إن نحن سعينا بالترغيب وبالتحبيب وبالقدوة الحسنة ما نحتاج للضرب في 10 سنوات. صحيح. ما نحتاج. فالقضية الآن هذه السنوات التي تقضيها البنت ويقضيها الولد قبل الزواج، حري بنا أن نهتم بمعالجة تلك العادات التي والمهددات التي ما تكون هذا الفرد ليبدأ أسرة متماسكة. نعم. جميل. في ضرب تاني ذكر في القرآن الكريم عند نشوز الزوجة. بس ليه سؤالين هنا دكتور. السؤال الأول يتعلق، هل هو يعني العقوبة الوحيدة أو وسيلة الإصلاح الوحيدة، ولا فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم يبقى ما عليكمش إيه، ليس عليهن سبيل. كويس، أنا يعني أشرح الآية ولا أقولها. فكرة أن في عظة، كيف تكون العظة أولا؟ ثانيا فكرة الهجر، هل الهجر أن أنا أسيب بيت الزوجية وأقول والله أنا أروح عند أمي أنام، ولا الهجر أيضا في فراش الزوجية، أنا موجود في بيتي وأقوم بواجباتي وكل شيء، ولكن كأني أعطي ظهري بس فقط للزوجة كدلالة على أن هناك حزن، هناك شيء ما في صدري من ناحيتها. ثم السؤال الثالث هو فكرة الضرب، هل الكل يضرب؟ هل الكل تضرب؟ وهل الضرب ضرب مبرح؟ يعني هل هذا هو ان انا افوجئ ان في راجل مراته رايحه لاهلها طلعها مكسور او كتفها مكسور او وشها مفتوح لانه نزل عليها يعني بسكينه او بسطور او بطبق السفره عشان لقى الطعام اتاخر شويه، هل هذا من الاسلام يا دكتور؟ الاسلام اخي هناك يعني صفات للاسره التي ينشدها الاسلام. اذا تحدثنا واذا عرفنا هذه الصفات الإجابة على تساؤلك هذه يكون سهل. نحن لابد في الأسرة نركز على قضايا. القضية الأولى أن الأسرة لابد أن تكون ربانية المصدر، بمعنى التربية على العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة، فهم الإسلام الفهم الصحيح، الأسرة المسارعة لكل خير، الأسرة التي تحافظ على الفطرة، الأسرة التي فيها الحب والحنان والعطف. أخي إذا كانت هذه الأمور كلها تربى فيها الابن والابنة وبعدين ما حصل توافق، القرآن الكريم حل هذه المشكلة، انه ابدأ بالموعظة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. شوف هنا حكمة، الحكمة والموعظة الحسنة لازم تكون حسنة. نعم، وجادلهم بالتي هي احسن. فأنا اقول ان الادب في التعامل بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، يعني احترام الطرف الآخر. لابد أن نتعايش حتى نحل مشاكلنا. إن لم نتمكن بالموعظة الحسنة، وكان الهجر الجميل الذي لا يؤذي، وأيضا بعد الهجر الذي لا يؤذي الضرب الذي لا يؤذي. الضرب بعض الأوقات الإنسان يعني يعمل خبطة خفيفة كده تكون نتيجتها أفضل. هي إشارة، يعني إشارة ليست ألم، بل هي ليست ألم، هي إشارة. جيد. لكن كل ذلك بالتدرج. أحسن. فنحن لا نقول أبدأ بالضرب، وأنا أعتقد أنه إذا الإنسان يعني سار على المنهج الأول، النقطة الأولى والنقطة الثانية، جيد، ما يحتاج الثالثة للضرب. جيد. لكن لماذا وضعها الله سبحانه وتعالى؟ جيد. لماذا وضعها؟ لأنه هناك تأشير، يعني حتى تنتهي العملية. هذا آخر علاج الكي. نعم. طيب دكتور، طبعا تسمح لنا الآن إلى ضيوف الرحمن كما عودنا مشاهدي الكرام في حلقاتنا دائما في الملتقى، نكون ويا ضيوف الرحمن من خلال هذا الاستطلاع الرأي مع زميلنا عبد العزيز الزهراني. عبد العزيز، معك المايك الآن. شكرا زميلي علاء، شكرا زميلي فهد. مساء الخير عليكم وعلى ضيفكم الكريم، مساء الخير على مشاهدينا الكرام متابعينا عبر القناة السعودية الأولى وعبر الفضائية المصرية. مشاهدينا الكرام، كما اعتدتم في برنامج الملتقى من ساحات بيت الله الحرام أن نلتقي وإياكم بزوار بيت الله الحرام وبالقائمين والمتطوعين في هذا المسجد الحرام. معنا الآن الأستاذ علي النافعي وكيل إدارة شؤون المصاحف والكتب ليحدثنا عن إدارة شؤون المصاحف والكتب. أهلا بك، سعداء بتشريفك لنا. حياكم الله يا أخو أسامة، أهلا ومرحبا بكم وأهلا بالتلفزيون السعودي، ونشكر لكم حقيقة هذه الإلفاتة في إظهار جهود الدولة في
خدمة بيت الله الحرام، وكذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام في هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال فيه. في البداية حدثنا أستاذ علي عن أبرز مهام إدارة شؤون المصاحف والكتب. ما هي هذه المهام؟ إدارة شؤون المصاحف والكتب هي إحدى الإدارات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المصاحف، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذه الإدارة تعنى بتوفير المصاحف بجميع أحجامها، وكذلك بتراجم معاني كلماتها إلى اللغات المختلفة، فتحوي 75 لغة عالمية يستفيد منها رواد بيت الله الحرام. من مهام هذه الإدارة كذلك العناية بتعليم كتاب الله، تشرف على عدد من حلقات تعليم القرآن الكريم، وكذلك مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية والتي تعنى بتعليم القرآن الكريم عن بعد. طيب، ما هي الجوائز التي حققتها هذه الإدارة للسنة هذه والسنة الماضية؟ حقيقة هذه الإدارة حققت عدد من الجوائز والشهادات، ومن ضمنها جائزة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه لكل خير، وذلك لمقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية كأفضل موقع إلكتروني عالمي يعلم القرآن الكريم. ومن خصائص هذه المقرأة أنها تعمل على مدار الساعة. طيب، موضوع حلقتنا اليوم عن الأسرة. بعيدا عن إدارة شؤون المصاحف والكتب، ما هو دور الأب في بناء الأسرة، وما هو دور الأسرة في بناء المجتمع؟ حقيقة الأب والأم عليهم المعول كاملا في بناء هذه الأسرة، فهم أولى لبناتها. الأب والأم، الزوج والزوجة هم أولى لبنات هذه الأسرة. وأما بالنسبة للمجتمع فالأسرة المسلمة هي أجمل ما يبني هذا المجتمع، فهي لبنة طيبة مباركة. وأخص بهذه الأسرة هي الأسرة المسلمة التي تعنى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وصالح المؤمنين قدوة فهو بإذن الله على خير. وإني حقيقة أوصي نفسي والآباء والأمهات على العناية بأنفسهم بالتعليم والتثقيف، وكذلك أبنائهم، فالشباب هم ثروة هذا المجتمع الذي يجب علينا أن نسعى إلى كل أمر طيب يهتم به. أستاذ علي النافعي، وكيل إدارة شؤون المصاحف والكتب، شاكرين لك تلبية الدعوة لنا. أشكر لكم هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود، وأن يجعل هذه العشر عشرا مباركة طيبة يتقبل الله منا صالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذه الأيام مواسم الخيرات والبركات في بيت الله الحرام وبجواره، وأن لا يحرمنا منه. شكرا لك أستاذ. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم من ساحات بيت الله الحرام. معنا أحد زوار بيت الله الحرام لنأخذ رأيه عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم. السلام عليكم، عرفنا عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوك نايف بن فايز القمي. هلا أخوي نايف، هل أنت متزوج؟ لديك أبناء؟ نعم، أنا متزوج ولدي طفل، لدي ابن. نسأل الله أن يحفظه لك. أخوي نايف، ما هو دور الأسرة من وجهة نظرك في بناء المجتمع، وما هو دور الأب كذلك في بناء الأسرة؟ الأسرة بالنسبة لي أنا أرى أن الأب عليه التوجيه والرعاية والدور كبير يعني تجاه الأبناء في العائلة. أما بالنسبة للأسرة كالزوج والزوجة فأريد أن أختصرها في مثال أنهم يعدان مشروع للأمة. هؤلاء الأطفال ليسوا إلا مشاريع صغيرة، فإن لم يتابعوا سير هذه المشاريع بعناية فإنها قابلة للتعثر أو للفشل. فيجب أن يكون هناك وقت يعطى ويفرغ لهؤلاء الأبناء حتى يكونوا لبنة صالحة في هذا المجتمع. وكما نعرف أن المجتمع مجرد عبارة عن أفراد، إن صلحوا صلح المجتمع كله.
شاكر لك أخوي نايف. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. مشاهدينا الكرام، إذن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، هذه أول لبنة في بناء المجتمع. عودة إلى الزملاء في الاستوديو، إليكم الكلمة. بتجوز والله حفظك. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. شكرا لزميلنا العزيز أسامة ولكل ضيوف الملتقى من ساحات المسجد المكي. الحديث ينصب إلى الخروج ببعض النصائح بعد أن ظهرت الكثير من المشاكل في مجتمعاتنا بسبب ضعف كيان الأسرة. فكرة البيت الكبير التي كانت سائدة في الماضي، فكرة أن الشباب الآن يشكو المجتمع يئن أن الحلال أصبح صعبا فالحرام أصبح سهلا، مغالاة في المهور، عدم الاهتمام بتنشئة الفتى والفتاة مبكرا، ما هي الأسرة واجباتها وما هي مسؤوليات كل طرف من الأطراف. كل هذه المشاكل نضعها في جعبة النقاش أمام الدكتور عبد الرازق ليعطي بعض التوصيات والنصائح الأخيرة قبل أن نغادر الهواء. الإسلام الحمد لله وضع منهاجا إن تمكنا من تطبيقه فلا مشاكل، مثل الظلام عندما يأتي النور ينتهي الظلام. هذه المشاكل كلها بسبب عدم تطبيقنا لشرع الله سبحانه وتعالى. ولكن ما هي صفات الأسرة؟ ما هي هذه الصفات؟ أولا أوصي بتربية الأبناء على العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة، بتعريفهم بالله سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأسمائه الحسنى، وأن يفهموا الإسلام. الإسلام هو دين رحمة ودين عدالة ودين تواضع ودين تعاون. هذا الفهم إذا تمكن الفرد أن يعيش به وتعيش الأنثى بها، كل حركة من حركاتهم تكون بإذن الله في طاعة المولى سبحانه وتعالى. جميل. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فبذلك تنتج هذه الأسرة إنسانا وفردا ينبض وجدانه وقلبه وكيانه إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويتحرك هذا الإنسان وفق منهج الاستسلام لله والرضا به. جميل. لابد أن نعين أبناءنا وبناتنا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه الإعانة أيضا ييسر لهم سبل المسارعة لكل خير. وكأنك دكتور تقصد أن هذه القواعد أرساها الإسلام وشرحها ووضحها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ويتبقى أن نتحدث عن وصايا تكون في وقتها اللازم وفي وقتها المبكر حتى تكون لبنة من لبنات المجتمع الصالح. كل الشكر لهذه النصائح التي تفضلت بها علينا في برنامج الملتقى. شكرا. ولا يتبقى إلا أن أشكر أخي وزميلي فهد الفهيد، ونشكر مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. في الغد إن شاء الله لقاء آخر مع الملتقى إلى نهاية الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير. شكرا لفندق بنجم مكة على هذه الاستضافة الجميلة، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق في حلكم وترحالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أعماركم وأسركم وأبنائكم وأولادكم وذرياتكم. والدعاء الذي تكلم عنه الدكتور عبد الرزاق غفر الله يعطيه العافية هو دعاء مهم، يجب ألا تتوانوا حقيقة عن هذه الأدعية لأبنائكم وأسركم ولذواتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم القبول. نلقاكم بذلك في الغد. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك دكتور. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك.
اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور صدري وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى